بالله يتربى في اهل بيتك، في اهل بيتك هيتربى، يا بنت اقعدي في اهل بيتك هيتربى، وهيتربى لك انت كمان في عيالك عشان ما بتدافعش عن بنت. هو هتخنف هو فيهم بعيد عني كمان. وديني وما اعبد هيترد في كل عيلتك قسما بالله. وانت كان بنت من بلدك، انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ انا في بلا، انا في بلا ليه وانا نازله عريانه ولا نازله ترقص يا زباله؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعلى اهلك وعلى كل شكل. انت تعرف يعني الدين، انت اللي زباله. خسرت شغلي بسبب متحرش، بسبب شخص من العمال اللي على سلم البارون كان بيمشي ورايا وكان بيحاول ان هو يتحرش بيا، وانا دفعت عن نفسي. فانا علشان سلامي مش هروح شغلي تاني. ده اللي بتتعرض له الستات كل يوم، وده اللي بتتعرض له البنات كل يوم. كل بنت معرضه انها تتقتل، وكل بنت معرضه انها تموت، وكل بنت معرضه انها تخسر شغلها بسبب متحرش. فانا خسرت شغلي علشان سلامي. قبل اي حاجه عايزك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكثروا من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفلحوا في الدنيا وفي الاخره. طبعا بعد ما شفنا الفيديوهات للشاب والفتاه، فتاه الاتوبيس، وفيديو التحرش اللي في الاتوبيس من وجهه نظر الفتاه، كل شخص فعلا له كامل الحريه. لكن هنا حابب اقول حاجه، لما اجي احكم على الفيديو اللي اصلا غامض لازم احط له اسس وقواعد او عناصر اتساءل فيها. بمعنى القيم مثلا عنصر من عناصر التقييم، القيم او المبادئ او العرف او الشرع، الدين، يعني الدين بيقول ايه، العرف بيقول ايه، القانون بيقول ايه. الحاجات دي عناصر عشان اقدر اقيم او احكم على فعل او موقف او ايا مكان. خلينا نحط قواعد وقوانين بحيث ان لما نيجي نحكم هنرجع للقواعد والاساسيات والعناصر اللي احنا هنحطها دي. اول حاجة لو حابين نخليها الدين. الدين بيقول ايه عشان نحكم على الطرفين. اوعى تحكم على طرف وتسيب طرف. خلي بالك من النقطة دي، او خلي بالك من النقطة دي. الكلام للجميع. القوانين لا تجزأ، الشرع والدين لا يجزأ. كل حاجة لازم يعني تحطها في سياقها وتمشي على الكل. الناس اللي بتقول الشاب متحرش واخطأ، معاكم كل الحق. الشاب اخطأ لو تحرش. اي متحرش، احنا ضد اي متحرش. اي تحرش احنا ضده، لانه حرام في البداية، حرام شرعا. والقانون، الدولة حفظت حقوق الفتيات والنساء من التحرش. في قانون بتعاقب او بيعاقب المتحرش، وده بنشكر عليه الدولة اللي تفضلت بيه وحطوا القانون ده في العقوبات، ان المتحرش له قانون خاص بيه. نرجع لموضوعنا. عشان تقيم لازم قلنا العناصر. ركزوا يا جماعة عشان الفيديو ده مهم جدا، مهم جدا للناس عشان تفهم ونعلم أولادنا إزاي يتعاملوا في المواقف اللي زي كده، ونفهم هل هو ترند ولا هل فعلا البنت بتبحث عن حقها. فعلا هو انتهكوا الشاب. البنت هل هي بتبحث عن الحق وان فعلا حقها انتهك او انتهك وخرج عن السياق والمألوف؟
طيب عايزك تقيس المألوف والسياق على الشاب ونحكم ونعلق. الشاب أخطأ في إيه؟ تحرش لفظيا ولا جسديا؟ هي قالت بنفسها إن هو لم يتحرش جسديا ولكنه تحرش لفظيا. تتبعها أكثر من يوم وهي فإنه هو بيمشي وراها، هي شايفة كده إن هو بيمشي. حقها طبعا، هي أي حد شايف أي حد بيمشي وراه إنه يقول هو ده بيمشي وراي، حقها. مرة واتنين، بتقول مش أول مرة يمشي وراها، ده مشي وراها قبل كده مرتين، يعني دي التالتة. تمام؟ يعني هي متابعاه وشايفاه. خلينا بس نركز ونحط الأسس والقواعد ونطبقها على الشاب، عشان الكلام ده مهم جدا. ركزوا معايا. الشاب أخطأ عشان تحرش بيها لفظيا أو أيا كان التحرش، جسديا حتى. مش الفيديو ده، في فيديوهات تانية مثلا أو مواقف تانية أوقات بيكون في تحرش جسدي، حد بيمد إيده، حد بيعمل حاجة. احنا هنتكلم بقى في الموضوع بشكل أوسع وبشكل أعمق وبكل الجهات، يعني أو من جميع الاتجاهات. الشاب أخطأ إنه تحرش، كلام سليم. أخطأ يتعاقب على التحرش إذا ثبت إنه فعلا تحرش بالفتاة أيا كان. أي شاب، إحنا ضد التحرش لأنه حرام شرعا في المرتبة الأولى. ثانيا يعاقب عليه القانون. تحرش مادة في قانون بيعاقب المتحرشين. تمام؟ يبقى احنا متفقين ان في لو في تحرش يبقى في عقاب، لازم يكون في عقاب. ده احنا متفقين. تمام؟ تمام. خليكم معايا. الشاب اخطأ مثلا وخرج عن السياق والمألوف. هنا ايه هو السياق والمألوف؟ ان الطبيعي ان الشاب ما يتحرش. تمام؟ تمام. طيب نروح للفتاة أول عنصر. يبقى هنا احنا انتقدنا الشاب عشان خرج عن السياق والمألوف. البنت هل يطبق عليها ان هي في السياق وفي المألوف ولا خارجة عن السياق والمألوف؟ الناس بقى تجاوبني في التعليقات. الشاب خرج عن السياق والمألوف. الفيديو توضيحي بحت. انا مش جاي انصف طرف على طرف او اقف في صف طرف عن طرف، ولا بدافع عن طرف او طرف. انا الفيديو توضيحي عشان الناس تعرف الصح فين والغلط فين، ونتجنب الغلط ونشوف الصح ونعمله. تمام؟ تمام. يبقى احنا اتفقنا ان اول عنصر هنقيم عليه المألوف والنص. خرج عن او السياق، خرج عن السياق والمألوف. الشاب الطبيعي مش هيعاكس، الشاب الطبيعي ما بيعاكسش. تمام؟ الشاذ هو اللي بيعاكس. يبقى الخروج عن العنصر الاولاني. ركزوا يا جماعه، انا بكرر ليه؟ عشان الناس تفهم، عشان في عناصر تانية هننزل عليها. تمام؟ تمام. يبقى اول عنصر معانا السياق والمألوف. مين اللي خرج عن السياق والمألوف؟ الشاب. تمام؟ الشاب خرج عن السياق والمألوف فتحرش لفظيا بالبنت على حسب كلامها. خلينا بس الاول نوصف السياق والمألوف. ايه هو السياق والمألوف؟ ان الطبيعي مفيش تحرش. طبيعي ان انت كل واحد يبص في ورقته، كل واحد مع نفسه، كل واحد حر في نفسه، كل واحد ياخد باله من نفسه، مالكش دعوه بغيرك. تمام؟ يبقى انت الطبيعي كل واحد مع نفسه، محدش يخرج بره السياق او المألوف. يبقى الشاب خرج عن السياق والمألوف. يبقى اول عنصر معانا السياق والمألوف. تعالوا نقيسه على الفتاة. هل الفتاة فعلا متسقة او ملتصقة بالسياق والمألوف؟ هنا بقى في نقط. ايه هي النقط؟ او بتختلف الاراء. في اراء بتقول ان هي عادي، هي حرة تلبس اللي هي لابساه، تعمل في شكلها اللي هي عايزاه.
طبعا ناس محترمين، ندعو لهم بالهداية وربنا يهديهم، لكن فئة في المجتمع لازم نحترمها ولازم نحترم رأيها وما ننتقدهمش بشكل في عنف أو في استفزاز، لأن هم مهما كانوا بشر أو ناس زينا يعني. لكن احنا بنحاول نوصل لهم ان مثلا ده غلط، لكن في ناس مش مقتنعة ان هو غلط، فخلاص انت مش مقتنع ان هو غلط، لكن هو القاعدة الأساسية اللي احنا قلناها، عشان قلت لك بعيد وكرر عشان نرجع نحط السياق، خرج عن السياق وخرج عن النص وخرج عن المألوف، يبقى هنا نقيس برضو الجزء ده، ما تخفيهوش، ما تطبقوش على الشاب وتخفيه على الفتاة، لا، يبقى انت هنا كده في مشكلة عندك في ذاتك، في مشكلة. هتطبق القواعد طبقها على الطرفين عشان تحكم بالعدل. يبقى السياق معانا اول حاجة، السياق والنص والمألوف طبقناه على الشاب طلع اخطأ فيه، ليه ملاحظاته وليه تعليقاته، ده هنتكلم فيه، لكن انا بحط العناصر الرئيسية للحوار. متفقين دلوقتي ان احنا معانا العنصر الاول اللي هو السياق والمألوف، وانا مصر ان انا اقرر عشان المعلومة توصل لكل الناس، لان مش كل الناس عقولهم واحدة، مش كل الناس تفكيرهم واحد، متفاوتة طبعا نسب الذكاء، وده مش عيب او خطأ، لا، في واحد بيحفظ من اول كلمة تقولها له، في واحد بيحفظ من تكرر الكلمة مرتين، في واحد بيحفظ من 3، وهكذا. طبعا انتوا عارفين بقية الحوار او الفهم، الذكاء بنسب، فلازم اقرر عشان كل الناس يوصل لهم المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة ومفصلة. فالناس اللي هتكتب انت بتكرر ليه، اعذروني، انا بحاول اوصل المعلومة لكل الناس، فلو سمحتم بهدوء ونحافظ على بعض ونحترم بعض ونكفل لكل العقليات الحرية، ونكفل لكل الناس ان المعلومة توصل لهم بشكل كامل غير مقتص منه او نقصان. تمام؟ نرجع للقياس على العنصر الاولاني اللي هو السياق او النص او المألوف. البنت هل هي متسقة مع السياق والمألوف اللي متعارف عليه والعرف اللي احنا متعودين عليه من البنات؟ هنا بقى نقول الحق، ما ينفعش يبقى فيه مواربة. البنت هنا هي كمان خارجة عن السياق والمألوف. انتقدوا رأيكم، وكلكم لكم حرية الرأي والتعبير، كل الناس لها حرية الرأي والتعبير. البنت هنا لو قسنا على اللي عمله الشاب برضه هي خرجت عن النص والمألوف. في ايه اثبات كلامي ان هي خارجة عن النص والمألوف؟ اللبس. وما تقوليش، مع احترامي الكامل لكل الناس اللي بتقول هي حرة، هي حرة بس هل هو ده الطبيعي؟ انا ما بقولش هي حرة ولا مش حرة ولا بقيد حريتها، لا، انا بحط الاسس للنص او العنصر الاولاني اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو السياق والمألوف. هي ماشية بالشكل المنضبط اللي هنقيس عليه السياق والمألوف، ولا هي خرجت عن النص والمألوف والسياق؟ انا منتظر تعليقاتكم في النقطة دي اول عنصر. لسه معانا عناصر تانية، لكن انا بحاول اوصل المعلومة. خرجت عن السياق، احنا اتفقنا ان الشاب لو تحرش بيها لفظيا او جسديا ايا كان التحرش يتعاقب عليه. طيب هنا البنت خرجت عن السياق والمألوف ولا لا؟ خرجت. طيب اللي شايف انها خرجت هنقول له مثلا هي القيم والمبادئ والاخلاق، هل هي مقتصرة على غض البصر او عدم تحرش الشباب بالفتيات، ولا هو تبادل الاساسيات الحياة ان الشاب يغض البصر والبنت يعني تعفي نفسها وتحافظ على
نفسها وشكلها، حتى احترام وتقدير الناس ليها ما تخسروش. احترام والتقدير بيجي منين؟ انت لما بتشوف بنت بشكل لابسه لبس معين، قصير، شفاف، بيبرز مفاتن الجسم او اجزاء في الجسم، انت مع احترامي الشديد لكل الناس، بس خلينا واقعيين في النقطة دي يا جماعة، عشان انا طالع متجرد تماما وهقول لكم ان طبعا في ناس هتنتقدني، لكن عادي انا متقبل النقد. لكن هي خرجت عن السياق والمألوف، لان الناس كلها بصت لها بنظرة مش عايز اقول استحقار، لكن استخفوا بيها، لان انت بتتكلمي بالدين وانت مش عارفة الدين. يعني انت ما بتطبقهوش على نفسك، انت عايزة تطبقيه على الناس، لكن يعني تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. هنا بقى وقف. عفي نفسك، حافظي على نفسك، البسي كويس، داري عوراتك، داري مفاتن جسمك. الناس شافت، الناس علقت على الحاجات اللي هي حطها بيقول عليها البريسنج، يعني حاجات طبعا. هل ده مألوف؟ انا راضي رأي حضراتكم وراضي بتعليقاتكم. هل ده مألوف؟ هل ده مألوف؟ هل ده، هي قالت بالحرف بلسانها في فيديو بتقول ان مش هو ده الشعب المصري، مش هو ده الرجل المصري. تمام؟ هل هي دي قياسا على كلامها، هل هي دي الفتاة المصرية؟ هل هي دي المرأة المصرية؟ هل هي دي النموذج المشرف؟ تعليقات حضرتك. طيب ده أول عنصر. اتفقنا اختلفنا، لكن أنا بحط العناصر وبحكم على الشخصيتين، مش هفرق بينهم. هنا الشاب وهنا الفتاة، مين فيهم خرج عن النص والمألوف؟ خرج عن النص، الشاب خرج عن النص والمألوف، الفتاة خرجت عن النص والمألوف. تمام؟ ده باللفظ، دي باللبس وبالشكل اللي حضراتكم شايفين. ده أول عنصر هنقيمهم عليه. طيب تاني عنصر الدين. مثلا الدين بيقول ايه؟ الدين بيقول غض البصر، عدم التحرش. طبعا كل الحاجات دي محرمات. طيب اللبس اللي هي لابساه او الشكل او الهيئة اللي ظهرت بيها البنت، هل ده في الدين؟ الناس اللي بتقول حرية شخصية، هل ده في الدين؟ احنا بنقيس اهو في عناصر، قلنا اتفقنا نحط قواعد عشان نقيم عليها الحاجات اللي ننتقد فيها ونحكم على الشخصيات. اتفقنا العنصر الاولاني كان السياق والمألوف، الاثنين خارجين عن السياق والمألوف. لو توفرت في دي الحاجات، المواصفات للناس اللي بتخرج عن السياق والمألوف، والشاب لو توفر فيه الصفات اللي هي الخارجين عن السياق والمألوف، طبق على ده وطبق على ده، مفيش استثناء هنا في الحكم، مفيش استثناء. تمام؟ تمام. الدين قلنا الدين بيقول غض البصر وعدم التحرش او حرام التحرش. برضو هنا اللبس والشكل والحاجات اللي هي عاملاها طبعا حرام. تمام. العنصر الثالث، العنصر الثالث يعني هنقول مثلا الطبيعة او البيئة او التربية او الاخلاق او
الحياء، كل الحاجات دي هنضيفها في عنصر الاخلاق، التربيه، الحياء، الحاجات اللي هي خاصه بنشأة الشخص. تمام؟ هنقيس على ذلك هل الشاب اخطأ؟ هنا اخطأ، لانه تلفظ وقال انت مش متربيه، او انت مش فاكر بالظبط قال ايه، لكن انا سمعته بيوجه لها يقول لها انت مش محترمه، حاجه زي كده. فهو يعني المفروض ما كانش اتكلم، يعني كان سكت، كان افضل يعني. على الرغم ان يعني صعب ان الواحد يعني يقعد يقول الناس تسكت على الغلط، يعني صعب يعني. فهنقول نفترض جدلا ان هو اخطأ. طب هنا البنت هل هي اخطأت او ما اخطأتش او اصابت؟ طبعا هي لما طلعت التليفون وبدأت تصور قالت له انت مالك؟ ما قال لها انت بتتكلمي بالدين وانت بعيده كل البعد عن الدين وما تعرفيش حاجه في الدين. ده الطبيعي يا جماعه. انا شايف قدامي واحده لابسه لبس بشكل يعني مستفز، او عامله حاجات في نفسها مستفزه تثير الشبهات والشكوك في الشخصيه. فطبيعي هيقول لها انت بعيده كل البعد، ده لبس اللي انت لابساه ده تستفزيني وبتتكلمي بالدين. يعني المتناقضان. هنا هو احنا اقررنا ان هو اخطأ ان هو اتكلم، ولا انت مش محترمه ومش متربيه. هي برضو في عندها خطأ في العنصر ده او في المثال ده، يبقى اذن في خطأ من الطرفين. تقييم الخطأ هنا اكيد الخطأ بيبقى بنسب. الجرم هنا والجرم هنا، عشان نكون منطقيين والناس تثق فينا وتصدقنا وتؤمن بأفكارنا، لازم نحط الحاجات دي، العناصر دي في الواجهة عشان نقدر نقيم عليها زي ما أنا شرحت لحضراتكم. طبعا منتظر التعليقات، وطبعا أنا واثق في الشعب المصري ونضجه، وعارف إن الناس هتتفهم القصة، وأكيد ناس كتيرة شافت الفيديوهات وأنا عرضتها لكم عشان نقدر نوصل للحقيقة، وإن ما يكونش فيه ظلم لأي شخص من الأشخاص سواء البنت أو الشاب، وكل واحد ياخد حقه ويعرف هو أخطأ في إيه ويحاول يعدل ويصوب من نفسه. وأتمنى للجميع السلامة والخير والتوفيق. أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.